السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة هنا أخبار الرياضة. اليوم غادي نهضروا على واحد الأخبار اللي خلقت ضجة كبيرة في الساحة الكروية وتتأكد أن الكرة المغربية ما بقاش كتنتج غير لاعبين محليين، ولكن ولات تتخرج مواهب عالمية قادرة توصل لأكبر الأندية الأوروبية. الموضوع اليوم هو الاهتمام نادي برشلونة الإسباني بخدمات المهاجم المغربي ياسين الزبيري اللي تألق بشكل خيالي في كأس العالم لأقل من 20 سنة. القصة بدات في المونديال. ياسين الزبيري كان نجم من نجوم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة وقدم أداء عالمي بكل المقاييس. اللاعب كان عنده دور كبير في فوز أشبال الأطلس بلقب كأس العالم بعد الانتصار على الأرجنتين في المقابلة النهائية. الزبيري سجل أهداف حاسمة وصنع أهداف أخرى، وحتى في المباراة النهائية كان حاضر بقوة من خلال الهدف اللي جاء من ضربة خطأ نفذها بطريقة رائعة اللي خلات الكل يتكلم عليه. الاهتمام من برشلونة حسب موقع أفريكا سبور في نادي برشلونة الإسباني كيبغي يدخل رسميا في المفاوضات مع نادي فاماليكاو البرتغالي اللي كيلعب فيه الزبيري حاليا باش يضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاي. النادي الكتالوني تابع الزبيري منذ بداية البطولة، خصوصا بعدما توج هداف المونديال ب5 أهداف بدون احتساب الأهداف اللي تحسبت للمدافع المنافسين. والمصادر تقول أن البارسا معجب بزاف بطريقة لعب الزبيري بالسرعة ديالو والقدرة ديالو على التحرك بين الخطوط واتخاذ القرار بسرعة، وهي المواصفات اللي كيقلب عليها في مشروعه الجديد اللي كيهدف لتكوين جيل شاب جديد بجانب لامين لامان وجافي. المنافسة كتسخن، لكن ماشي برشلونة بوحدو اللي داخل في السوق. نفس المصدر أكد أن نادي بنفيكا البرتغالي حتى هو باغي يخطف الزبيري، وهذا الشيء غادي يخلي الميركاتو الصيفي المقبل يشهد منافسة قوية بين مجموعة من الأندية اللي شافت في المغرب شاب مستقبل كبير. من أكاديمية محمد السادس إلى أوروبا. اللي زوين في القصة ديال الزبيري هو أنه منتوج خالص لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي بصراحة ولات فخر كبير للمغاربة، من تما خرج بزاف ديال المواهب والزبيري هو واحد منهم. اللاعب بدا المسيرة ديالو في اتحاد التوارقة، من بعد انتقل لفاماليكاو البرتغالي اللي آمن بموهبته، ودابا غادي يكون على وشك الانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا. والأجمل من هذا الشيء أن النادي المغربي والبرتغالي معا غادي يستافدوا ماديا من الصفقة، لأن القيمة السوقية ديال الزبيري طلعت بزاف بعد المونديال. رسالة لجمهور الكرة المغربية. القصة ديال الزبيري كتعطينا مثال حي على أن الاستثمار في الأكاديميات والتكوين كيجيب النتائج. المغرب اليوم عنده لاعبين شباب واثقين من راسهم قادرين ينافسوا في البطولات العالمية ويدخلوا للأندية بحال برشلونة والبايرن وريال مدريد. وهذا الشيء كيعني اننا ماشي غير كنفوزوا في البطولات، ولكن كنصنعوا جيل جديد من النجوم اللي غادي يمثلوا المغرب في المستقبل احسن تمثيل. الكلمه الاخيره، غادي نبقاو متتبعين هذا الملف عن قرب، خصوصا ان المفاوضات ما زالت في بدايتها، ولكن المؤشرات كتعطي امل كبير في امكانيه انتقال ياسين الزبيري للبارسا. تخيلوا معايا مشهد الزبيري كيلعب في الكاب نو جانب الى جانب مع يامال، مشهد غادي يفرح اي مغربي. فين غادي تكون الوجهه؟ واش برشلونه غادي يحسم الصفقه ولا بنفيكا غادي يسبقهم؟ الايام الجايه غادي تجيب الخبر اليقين. قولوا لنا في التعاليق شنو رايكم في هذا الانتقال، واش كنشوفوا الزبيري غادي ينجح في برشلونه؟ ولا وصلتي حتى لهنا لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد.